أهلا بيكم في أول بودكاست موجود معانا في أجارس أكاديمي. حابين نتعرف معاكم أكتر على باشمهندس أيمن محبوب، مهندس الجرافيك المعتمد وصاحب كتاب فوتوشوب وإنستريتور. بس خلينا نسمع أكتر عنه من خلاله هو. أهلا باشمهندس. اهلا بك يا هبه، واهلا بالساده المستمعين. طبعا سعيد ان اكون معاكم النهارده. احب اعرفكم بنفسي. اسمي ايمن محبوب. مصمم ومدرب جرافيك بجامعه دمنهور. الحمد لله عندي خبره كبيره في مجال الجرافيك ومجال التدريب. الجرافيك بدأ معايا منذ الصغر، وحبي للرسم. كنت طبعا ايام الجامعه كنت دايما في مسابقات الرسم، كنت الاول على مستوى جامعه اسكندريه. الحمد لله مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مجال التحول الرقمي، كمان في مجال تدريب جرافيك. كان ليا طبعا الحمد لله بفضل كبير من ربنا عدد كبير من الكتب في مجال الجرافيك. بعضها اونلاين، بيباع اونلاين، وبعضها موجود في المكتبات العامة والخاصة. وعملت مع العديد من دور النشر المختلفة في العالم العربي، بالإضافة لعملي في الجامعة في مجال الجرافيك. كان في عمل خاص في مجال إنتاج المقررات الإلكترونية. بحب جدا المجال ده لأن احنا في المجال ده بيظهر قيمة الجرافيك في إيصال المعلومة. فعلا اه دخول الجرافيك في موضوع الدراسة مش بس بقى موجود على الأفلام أو المسلسلات، او ان احنا نعمله في حاجه فوق الخيال العلمي. لا، هو كمان بقى بيساعد في ايصال المعلومه للطلبه، وخصوصا للناس اللي بتتلقى العلم بالطريقه البصريه. فدي حاجه لطيفه وحقيقي خطوه بنحييكم عليها ان انتم قدرتوا تعملوها بالشكل ده. حقيقي كنا سعداء بان احنا وصلنا للكتب الخاصه بحضرتك، وحقيقي فخورين ان في حاجه ستيل المبيعات بتاعتها موجوده رغم ان عدى عليها وقت طويل وهي موجودة من انتاج مصري. فحقيقي اهلا بحضرتك يا دكتور في اجازة، منورنا جدا. طيب خلينا نتكلم، بما ان احنا لاحظنا ان كتاب فوتوشوب وانستريتور هو اكتر حاجة ظاهرة معانا، فخلينا نشوف هل حضرتك شايف ان فوتوشوب وانستريتور هو بيزكس للناس المفروض ان هي تتعلمها، ولا لو احنا عايزين نتعلم بيزكس للجرافيك ممكن نبدأ بحاجة تانية؟ ال- الفوتوشوب والإليستريتور هم يعتبر، يمكن الفوتوشوب بالأخص يعتبر الأساسيات أو الأساس لمدخل للجرافيك. يعني لو أنا عايز أتعلم أي مجال، أخش في أي مجال في الجرافيك، فلازم أتعلم في الأول الفوتوشوب. الفوتوشوب هو يعتبر الأساس لكتير من برامج الجرافيك في المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل. فطبعا لو هنقول ان هو الاساس، فهو طبعا يعني هو اداه قويه جدا. ممكن نبدا بيه ومناسب للي عايز يبدا في مجال الجرافيك، وحتى الاطفال الصغيرين مناسب جدا. الاطفال الصغيرين ان هم يبداوا يتعلموا فوتوشوب، على الاقل الاساسيات في تعلم البرنامج. تمام. يعني ممكن كمان من سن 10 سنين يبدأ الأطفال يتعلموا برنامج زي ده. نبدأ نديهم الأساسيات، نبدأ نحببهم في إن يصمم، يرسم حاجة بسيطة على البرنامج. اه في طبعا حاجات برامج أسهل لو السن أصغر من كده، لكن احنا بنقول الفوتوشوب كبداية والأساس اللي حابب إن هو يشتغل في مجال الجرافيك، هو طبعا هو ده الأساس يعني. تمام. بس يعني لو احنا عايزين حد في الاول يعرف يطلع حاجة، يكون كطفل مثلا حابب ان احنا نقول له عليها برافو وهو يكون راضي عنها كشكل، فاحنا محتاجين حاجة تكون مور سيمبل عن فوتوشوب، يكون فيها مثلا ستامبس او قوالب جاهزة يقدر ان هو يضيف اه عليها. لو السن صغير او هو يعني لسه مبتدئ في المجال، إحنا ممكن نحببه شويه في مجال الجرافيك من خلال بعض البرامج اللي بتديله سهوله ومتعه في التنسيق والتصميم والالوان، زي كانفا مثلا. في جو برضه في ادوبي عامله مجموعه كده برنامج اسمه ادوبي اكسبريس، يقدر ان هو يبدا انه يشتغل في حاجات بسيطه. يعني كانفا من الحاجات السهله جدا للاطفال ان هم يبداوا يشتغلوا عليه ويتعلموا بسيط، يعني ادوات بسيطه. ده بتكلم على لو السن صغير او لسه يعني شخص بيبدا يخش في المجال مبتدئ لسه، بشكل ان هو مش قادر يخش لسه على البرامج الكبيره زي الفوتوشوب. احنا ممكن نبدا بحاجات بسيطه. في المرحلة اللي بعد كده هو خلاص، هو حب الألوان، حب الديزاين، حب إن هو يصمم ويطلع فعلا منتج، بيبدأ يطلع فعلا منتج بمنتهى السهولة. يبدأ إن هو لو عايز يخش بقى في مجال العمل الاحترافي ومجال اللي يناسب سوق العمل، لا لازم طبعا يتعلم فوتوشوب. طيب خلينا نسأل سؤال هيكون في دماغ ناس كتير وهي بتسمعنا. هل
لو انا حابب اخلي طفلي يتعلم مجال جرافيك، هل المجال ده محتاج مني تفرغ او هيجي على دراسته، او هعرف اعمل ما بينه وما بين الدراسة بالانس او تساوي وتوازن، بحيث ان انا ما اثرش عليه في الدراسة لكن في نفس الوقت اعرف اطلعه جرافيك بشكل احترافي؟ بس هي فكرة التفرغ دي بتعتمد على على الشخص نفسه، يعني فكرة ان هو عايز يتفرغ للجرافيك بشكل مستقل، لا تعتمد على، يعني لو كان طالب طبعا فاكيد في عنده وقت للمذاكرة، وقت، فلازم احنا ننسق بين الوقت اللي بيشتغل فيه على الديزاين، وقت اللي فيه الجانب العملي الآخر، اللي هو سواء كان عمل أو شغل، أو حتى لو كان طالب. فدي بتعتمد عليه، فلازم طبعا إن هو ينظم وقته، يعمل خطة واضحة طبعا. وإحنا بنوصي بحاجة، إن موضوع الديزاين، موضوع التصميم، محتاج يكون خطة، يعني نقدر نقول يومية، عشان نكون صرحاء مع بعض. لازم يمارس عملية الديزاين ده بشكل مستمر. تمام، لكن احنا بنحط له خطة، بنحط له وقت معين، يقدر ان هو، يعني لو حدد وقت مناسب كل يوم، يقدر يوصل لمرحلة طبعا هايلة مع الوقت. هيكون محتاج وقت قد ايه ممارسة في خلال اليوم؟ يعني يمارس وقت قد ايه في خلال اليوم اقدر اقول ان هو كطفل ده بالنسبة لي كافي، بحيث ان هو يستل ان هو بينمو في الخبرة بتاعة الجرافيك او مهارة الجرافيك، بيحسن منها وبيطور منها، لكن في نفس الوقت انا مش جايه على دراسته، لان هو كاطفال ستيل احنا في مرحله تعليميه، فاحنا محتاجين ان احنا لسه معانا وقت دراسه ومذاكره وتمرين اه، ورياضه ولعب. بأقصى حل من ساعة لساعتين، ده يقدر ان هو، يعني لو حدد وقت كده بسيط في خلال اليوم يشتغل على على البرنامج، بس بشرط ان ده طبعا ما يضيعش في وقت الدراسة بتاعته او كده يعني. فعشان كده احنا حتى يعني احنا بنعمل برامج صيفية بشكل اكثر استفاضة في الوقت، بحيث ان يبقى تدريبات يعني على البرنامج، وتدريبات عملية اكتر. طيب هل عشان اقول انا ممكن ادخل مجال الديزاين او الجرافيك كاطفال، لو انا لقيت ان الطفل بتاعي مهتم بالالوان والرسومات، هل ده كافي ان انا اقول ان هو هيكون مبدع في مجال الجرافيك، ولا في حاجات تانية محتاجة الاحظها في الطفل فاقول ان هو يكون موجود معايا في الجرافيك؟ لا مش شرط، يعني حبه للالوان مش معنى ان هو ممكن يكون حابب ناحيه الاتجاه الرسم بالايد، ان هو يرسم. فساعات يبقى حبه الالوان ده ممكن ان هو عايز يرسم، يتعلم الرسم، يتعلم الالوان. فالحاله دي بنوجهه بقى الناحيه الفنيه الخاصه بالرسم، والالوان الميه، والوان الجواش، والحاجات اللي هي خاصه بالرسم. لكن الفوتوشوب كمان، يعني احنا في دراستنا في الفوتوشوب، آه، في الأول بنبدأ بالبدايات، الأساسيات، عشان نعرف كل واحد شغفه فين. فلو حد من الأطفال أو حد من الناس اللي هم بيتعلموا معانا يبقى شغفه في نقطة الألوان، في الحالة ديت برضو في اتجاه جوه البرنامج الفوتوشوب للرسم، التلوين، في اتجاه خاص جدا. ممكن يكون مستقبله في المجال ده، ان هو يعني بيحب يرسم. ممكن يشتغل في مجال كتب الأطفال، قصص الأطفال. ده مجال متخصص. فاحنا بنحاول اثناء تدريبنا للبرامج الجرافيك زي الفوتوشوب الاساس، يعني ان احنا نشوف المتدربين فين نقطة شغفهم. هل هو بيحب الرسم ده في موجهه توجيه معين؟ هل هو بيحب الطباعة والحاجات المطبوعات فده اتجاه؟ هل هو بيحب البرمجة؟ حتى البرمجة داخلة فيها جرافيك طبعا أساسي، هو ده الأساس. إن إحنا أي ديزاين أو أي موقع، محتاج طبعا إن إحنا نرسم له الأشكال بتاعته كلها بالفوتوشوب. فحتى البرمجة إحنا بنبدأ نوجه بناء على الاتجاه وميول الشخص اللي بيتعلم. طيب خليني اسال سؤال بمناسبه ذكر المستقبل، فهل مستقبل الجرافيك لسه بيتبني، ولا وجود الاي اي خلى وجود الجرافيك كمهنة في خطر؟ لا، هي الابداع موجود، يعني فكره ان الاي اي هيغطي على العنصر البشري، لا طبعا. بالعكس، انا شايف ان الاي اي بقى فيه جراءة شوية في عرض الافكار وعرض التصاميم، خلى الافكار ما تقفش عند حد معين. كان يمكن نقاط الابداع عند الفترة اللي قبل الاي اي كانت
شوية فيها تخوف من ردود فعل الناس، لكن أصبح الاي اي تلاقي بنشوف تصاميم مذهلة جدا جدا جدا، فده خلى فيه جراءة وقوة أكتر في عنصر التصميم. فأنا شايف لا طبعا، أنا شايف إن هو هيفتح آفاق عالية أكتر للمصمم. والاي اي ما بيعملش كل حاجة، احنا لازم العنصر البشري أو التاتش كده والإحساس الفني يكون موجود في الديزاين. فدي نقطة برضو أكيد مهما وصلنا لمرحلة عملية التقنية، فأكيد برضو العنصر البشري هو الأساس، هو اللي بيتحكم في القصة ديت يعني. ماشي، بس احنا كده بنتكلم لو انا هستخدم جرافيك متطور جدا. لكن لو انا حد محتاج الجرافيك السيمبل، اعتقد ان الاي اي بما ان هو زيرو كوست او ملهوش تكلفة تماما تقريبا، شبه منعدم التكلفة، هيكون اوفر لحد من ان هو يلجأ لديزاينر او جرافيك، يعني حد بيستخدم الجرافيك، خصوصا ان هو الرينج بتاع الاسعار بتاعكم ما هواش رينج متوسط. يعني المفروض ان هي لحد دلوقتي تكلفتها غالية. لا هو طبعا على حسب، يعني في مواقع، يعني اغلب المواقع ما بتديش يعني العنصر المجاني الا بحدود بسيطة. فبرضه يعني ان احنا لو عايزين نشتغل، فاكيد في الجزء المجاني والجزء اللي هو البرو اللي هو بفلوس يعني. فمش كل او اغلب المواقع ماشيه بالمبدأ ده، ان الجزء المجاني بيبقى بسيط، ما بيديش الاحترافيه العاليه زي زي الحاجات الخاصه باللي هي فيها فلوس، فيها الحاجات المدفوعه يعني. لكن على الغالب، وشفنا في مواقع كتير انتشرت في زي كانفا، قلنا بنأكد عليه ان هو من الحاجات اللي سهله جدا، وممكن فعلا ما يحتاجش انه يلجأ لديزاينر يعني. يعني هو بيقدر يقوم بالتصميم بأبسط الطرق، نماذج جاهزة. دي الخطة المجانية الموجودة بتوفر بعض التصاميم اللي بتسهل الدنيا، لكن طبعا الخطة المدفوعة تقدر توفر له نماذج أكتر يشتغل عليها. تمام، بس خليني برضو بمناسبة الجزء المدفوع والغير المدفوع. هل الجزء غير المدفوع، بما ان انا حد لسه بقول بسم الله في الجرافيك، هل الجزء الغير مدفوع هيكون كافي ليا ان انا احكم على نفسي هل انا هنفع في مجال الجرافيك، فابدأ اصرف اكتر علشان اتعلم فيه، ولا علشان احكم على نفسي ان انا هنا او مش هنا فانا محتاج اكون دافع كتير؟ يقدر أي شخص الأول يبدأ بالحاجات اللي هي المتوفرة المجانية المتاحة تحت إيده دلوقتي، إلى أن يوصل لمرحلة إن هو خلاص بدأ يحس إن هو ما بيعملش حاجة، أو الموضوع بيتكرر، أو المواضيع بسيطة. لا أكيد طبعا لازم ينقل على المرحلة الأعلى عشان يقدر يواكب التطور في الديزاين الموجود يعني. طيب خلينا نسأل سؤال. لو احنا مثلا يعني عرضنا على باشمهندس أيمن ان هو يكون موجود معانا في خطة تخلينا ندرب مجموعة من الأفراد من A to Z، ان هم خلاص احنا قررنا ان احنا هنتعلم الجرافيك، بس انا لسه مش عندي الخلفيات الكاملة عن ازاي هعمل ده، محتاج الخطوات من واحد لاتنين لتلاتة. فهل باشمهندس ايمن موافق ان هو يكون معانا ان احنا نعمل ده؟ وايه التولز اللي مطلوبه او الادوات المطلوبه من الشخص اللي هيكون موجود معانا؟ طبعا يسعدني طبعا ان انا اكون معاكم خلال الاجازه، يسعدني اني اقوم ببعض البرامج التدريبيه. لكن في أول نقطة طبعا احنا يعني حسب المتدرب، هل هو يفضل يبقى التعليم اونلاين ولا اوفلاين. دي نقطة برضو من الحاجات اللي احنا بنشوف طبعا ايه مدى المتدرب امكانياته ايه، هل هو يحب يبقى تدريب اونلاين ولا اوفلاين. دي اول نقطة يعني. تمام جدا، بس خلينا نقول هل هيحتاج ان هو يكون عنده لابتوب او بي سي بامكانيات مرتفعه، ولا الامكانيات المتوسطه اللي موجوده مع حمله لابتوب او بي سي هتكون كافيه؟ والله هو بالنسبة للإمكانيات، هو يعني في حد أدنى من استخدام البرامج ديت، يعني كل برنامج بيبقى في حد أدنى من الإمكانيات المطلوبة. يعني طبعا كل ما أعلت الإمكانيات الجهاز بيبقى أفضل. خلينا نتكلم عن الامكانيات الخاصه بالاجهزه في المحاضره الجايه ان شاء الله، او اللقاء القادم مع حضرتك اللي هيكون ان شاء الله كمان 14 يوم. وسعيدة جدا بوجود حضرتك النهاردة، وحقيقي شكرا على كل المعلومات اللي انت قدمتها لنا، وأهلا بيك في أجازة مرة تانية. يا أهلا بك يا هبة، وأهلا بالسادة المستمعين. شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا.